بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا باصدقائي وطلابي طلاب الصف الثاني الاعدادي. استكمالا لشرح منهج الجغرافيا ليكو. درسنا اليوم بعنوان تضاريس وطننا العربي. وهب الله سبحانه وتعالى وطننا العربي أشكال مختلفة من التضاريس ومظاهر السطح لم تكن عائقا أمام وحدته، بل كانت عاملا يساهم في تحقيق الوحدة بين أبنائه. وفيما يلي سنعرف أهم العوامل الداخلية والخارجية التي ساعدت في نشأة تضاريس العالم العربي. هنبتدي الأول بالعوامل الباطنية، وتتمثل في الحركات الالتوائية، وهي الحركات التي أدت إلى تكوين سلاسل جبلية مرتفعة. أما عن الحركات الانكسارية فهي الحركات التي أصابت الصخور الصلبة فأدت إلى ارتفاع بعضها مكونا جبالا، وانخفاض بعضها الآخر مكونا بحار. أما عن الثورات البركانية فهي التي أدت إلى ظهور الجبال والهضاب البركانية مثل هضبة اليمن. أما عن العوامل الخارجية التي تتمثل في التعرية المائية سواء كانت نهرية أو بحرية. العوامل المائية أو عوامل التعرية المائية هي تتمثل في نحت الماء للصخور ونقلها وإرسابها، وينتج عنها أشكال سطح متعددة مثل دلالات الأنهار وشواطئ البحار. أما عن التعرية الهوائية فهي تتمثل في نحت الرياح للصخور ونقلها وإرسابها، مكونة أشكال سطح عديدة مثل الكثبان الرملية. يبقى ده العوامل الباطنية والعوامل الخارجية لتشكيل سطح الوطن العربي. نأتي بعد ذلك لمظاهر السطح. مظاهر السطح في العموم تنقسم إلى 3 نقاط، وهم جبال، هضاب، سهول. طيب، هنتكلم الأول عن الجبال. تنقسم جبال الوطن العربي إلى قسمين. طيب، جبال التوائية وجبال انكسارية. طيب، هنيجي للجبال الالتوائية. يعني إيه جبال التوائية؟ هي جبال نشأت عن نتيجة الحركات الالتوائية الباطنية التي تعرضت لها القشرة الأرضية. طيب، يبقى دي الجبال الالتوائية. نيجي للناحية التانية، الجبال الانكسارية. ايه هي الجبال الانكسارية؟ هي جبال نتجت نتيجة حدوث انكسار في قشرة الكرة الأرضية. يبقى لما يجي يقول لي قارن بين الجبال الالتوائية والجبال الانكسارية، هقول له على طول الجبال الالتوائية هي جبال نشأت نتيجة الحركات الالتوائية الباطنية التي تعرضت لها القشرة الأرضية. أما عن الجبال الانكسارية فهي جبال نشأت نتيجة حدوث انكسار في طبقات القشرة الأرضية. طيب، هندي أمثلة لبعض الجبال الالتوائية في وطننا العربي. الجبال الالتوائية هي عبارة عن جبال كردستان، جبال زاجروس، وجبال عمان، وأخيرا جبال أطلس. أما عن الجبال الانكسارية فهما جبلين، وهما جبال البحر الأحمر وجبال الشام. طيب، هنيجي نشرح كل مجموعة جبال على حدة. هنبتدي بالجبال الالتوائية، وهنبتدي بسلسلة جبال أطلس. سلسلة جبال أطلس بتمتد من الغرب إلى الشرق، وتمتد عبر 3 دول، وهي دول المغرب العربي، وهي تونس، الجزائر، المغرب. وتمتد بهذا الشكل من خلال ال3 دول. أهو الشكل ده كده هي جبال أطلس. تمام؟ طيب، بيتخلل مجموعة جبال أطلس بعض الجبال أو بعض السلاسل الجبلية وأهمها. يبقى جبال أطلس اللي هي اللي أنا وريتها لكم دي بتتكون من مجموعة من السلاسل الجبلية. طب إيه هي أهم السلاسل الجبلية دي؟ طيب، هيجي لنا واحد جبال أطلس التل في الشمال، وجبال أطلس الصحراء في الغرب، ويتوسطهم مجموعة هضاب مثل هضبة الشطوط. يبقى مجموعة جبال أطلس التي تمتد في دول المغرب العربي من الغرب إلى الشرق، دي بتنقسم إلى مجموعة من السلاسل الجبلية، وهي جبال
التل في الشمال، وجبال الصحراء في الغرب، وفي الجنوب عذرا، واخيرا هضبة الشطوط التي تقع بين هاتين السلسلتين. طيب هنيجي بعد كده للجبال الانكسارية. الجبال الانكسارية تمتد بين أو تمتد على جانبي البحر الأحمر في الجناح الأفريقي مصر والسودان، وتعرف باسم جبال البحر الأحمر. أما في الجناح الآسيوي فتقع في السعودية واليمن، وتعرف باسم جبال الحجاز وجبال عصير، وتعرف في اليمن باسم مرتفعات اليمن. يبقى الجبال الانكسارية أو سلسلة جبال البحر الأحمر لها العديد من الأسماء المتعددة نظرا لوقوعها في مختلف البلدان. ففي الجناح الأفريقي تقع في مصر والسودان، وتسمى بسلسلة مرتفعات البحر الأحمر. أما في الجانب الآسيوي فتقع في السعودية واليمن، وتعرف في السعودية باسم جبال الحجاز أو جبال عصير، وتعرف في اليمن باسم مرتفعات اليمن. يبقى نركز كده في سلسلة جبال البحر الأحمر، لأنها هيبقى ليها 3 مسميات أو 4 مسميات. مسمى واحد في الجناح الإفريقي وهو سلسلة مرتفعات البحر الأحمر، و3 مسميات في الجناح الآسيوي. في السعودية تسمى مرتفعات الحجاز أو مرتفعات عصير، وفي اليمن تسمى بمرتفعات اليمن. طيب هنيجي لجبال الشام، وتبقى دي موقعها في الجناح العربي الآسيوي، يعني غرب قارة آسيا. طيب هتقع فين بالتحديد؟ هتقع في سوريا ولبنان وفلسطين. طيب مجموعة الجبال أو مجموعة جبال الشام تحصر بينها عدة سهول تجري فيها أنهار، مثل نهر الليطاني في لبنان ونهر العاصي في سوريا. دي مجموعة جبال الشام التي تقع في دول الشام، وهي لبنان وسوريا وفلسطين. وعرفنا ان هي بتحصر بينها بعض السهول التي يجري فيها بعض الانهار، مثل نهر الليطاني في لبنان ونهر العاصي في سوريا. تمام كده، يبقى احنا خلصنا الجبال. نيجي بعد كده نخش نتكلم في الهضاب. الهضاب في الوطن العربي تنقسم إلى هضاب في الجناح الأفريقي وهضاب في الجناح الآسيوي. هنبدأ في شرح الهضاب في الجناح الأفريقي. طيب الهضاب في الجناح الأفريقي بتتكون من هضبة أفريقيا الشمالية، دي بتمتد من جبال البحر الأحمر شرقا إلى ساحل المحيط الأطلنطي غربا، وساحل البحر المتوسط شمالا إلى وسط أفريقيا جنوبا. وتعد هضبة الشطوط من أهم مظاهر هضبة أفريقيا الشمالية. دي تعتبر الهضبة الوحيدة الموجودة في الجناح الأفريقي. يبقى الهضبة الوحيدة التي توجد في الجناح الأفريقي هي هضبة أفريقيا الشمالية، التي تمتد من جبال البحر الأحمر شرقا إلى ساحل المحيط الأطلنطي غربا، ومن سواحل البحر المتوسط شمالا إلى وسط أفريقيا جنوبا. طيب لما نيجي نتنقل بقى لهضاب الجناح الآسيوي، هنلاقي عندنا هضبة حضرموت، ودي بتقع في شبه الجزيرة العربية. وهنجد هضبة نجد، ودي بتقع في وسط الجزيرة العربية. وأخيرا هنلاقي هضبة بادية الشام، ودي تقع شمال الجزيرة العربية. يبقى هناك 4 هضاب في وطننا العربي: هضبة وحيدة في الجناح الأفريقي وهي هضبة أفريقيا الشمالية، و3 هضاب في الجناح الآسيوي وهي هضبة حضرموت التي تقع في جنوب شبه الجزيرة العربية، وهضبة نجد التي تقع وسط شبه الجزيرة العربية، وأخيرا هضبة بادية الشام التي تقع شمال شبه الجزيرة العربية. طيب في حاجة كمان خلاف الهضاب. توجد في الهضاب في الوطن العربي العديد من الظاهرات الطبيعية، ومنها الواحات والأودية الجافة. طيب هنيجي نتكلم عنهم باختصار. هنقول الواحات. ايه هي الواحات؟
الواحات هي أرض منخفضة من الصحراء صالحة للحياة وتعتمد على المياه الجوفية من الآبار والعيون العذبة. يبقى تاني، الواحات هي أرض منخفضة في الصحراء صالحة للحياة تعتمد على المياه الجوفية ومن الآبار والعيون العذبة. طيب هنيجي لأهمية الواحات. إيه أهمية الواحات بالنسبة لوطننا العربي؟ طيب توجد بها أرض صالحة أو خصبة للزراعة، وبالتالي يعمل سكانها بالزراعة وتربية الحيوانات. طيب اديني أمثلة للواحات الموجودة عندنا في الوطن العربي. هقول لك عندنا واحد سيوة في مصر، وواحد القفرة في ليبيا. طيب هنيجي للأودية الجافة. هي أودية كانت تجري بها الأنهار أو تجري بها مياه الأمطار قديما ثم جفت. طب أهمية الأودية الجافة دي إيه؟ ما هي جافة، إيه أكيد بس أكيد ليها أهمية. إيه أهميتها بالنسبة للوطن العربي؟ أهميتها تستخدم كطرق للمواصلات ويسهل منها الحصول على المياه الجوفية. طيب هنيجي ناخد مثال للأودية الجافة اللي موجودة عندنا في الوطن العربي. هنلاقي وادي العلاقي في مصر. يبقى كده احنا خلصنا الهضاب. هنخش على تالت حاجة اللي هي السهول. تمام، ايه هي السهول؟ السهول هي أرض ساحلية منبسطة من سطح اليابس وتتميز باستواء سطحها. تمام؟ السهول عندنا في الوطن العربي بتنقسم إلى 3 أنواع: سهول فيضية، وسهول ساحلية، وسهول صحراوية. وهنتكلم عنها بالتفصيل عن كل واحدة مع بعض دلوقتي. هنيجي للسهول الفيضية. هي أرض مستوية أو شبه مستوية كونتها الأنهار عن طريق ترسيب المواد العالقة بمياهها على جانبي النيل أو على جانبي النهر. طيب مميزات السهول الفيضية دي إيه؟ أنا استفدت منها إيه كوطن عربي؟ طيب تربتها خصبة صالحة للزراعة، لذلك ترتفع بها الكثافة السكانية. طيب اديني مثال للسهول اللي موجودة عندي في الوطن العربي. هقول لك سهول نهر النيل في مصر والسودان، وسهول نهري دجلة والفرات في العراق. ده بالنسبة للسهول الفيضية. هنيجي للسهول الساحلية. ايه هي السهول الساحلية؟ هي أرض مستوية أو شبه مستوية مختلفة الاتساع تمتد على سواحل البحار والمحيطات. طيب أنا كوطن عربي استفدت إيه من السهول الساحلية؟ إيه هي مميزاتها؟ متنوعة الموارد والاستخدامات، فبعضها صالح للزراعة مثل سهول البحر المتوسط، ومليء بالثروات المعدنية ومصادر الطاقة مثل سهول البحر الأحمر والخليج العربي. وهنيجي لآخر حاجة وهي السهول الصحراوية. دي بتبقى عبارة عن سهول كونتها الرياح عن طريق النحت والإرسال، وقد تنقسم إلى سهول صخرية أو سهول رملية. وبكده يبقى احنا خلصنا درسنا النهاردة في تعريف مظاهر السطح في الوطن العربي، وقدرنا نعرف أهم الجبال وأهم الهضاب وأهم السهول وإيه مميزات كل حاجة منهم. وانتظروني فيما هو قادم إن شاء الله، ولا تنسوني في الاشتراك على القناة حتى ينتشر الفيديو سريعا ويعم الشرح على جميع طلابنا في جمهورية مصر العربية، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. وانتظروني في مواقع قادمة.